البلاد يا صاحبي. غير هالشيء ولا الشيء هذا ما تشارع مرحبا بكم. ليه ما تشارع حبيبي؟ صاحبك ابو واحد القرن. لا لا غير مين كاين زعيم القبيلة الدراري مطمار عليها. لعيبة لعيبة كيف لا صاتكم دراري. دابا غادي نمشيو عند لاله العروسة. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دابا شفتوا ديال الزكروبات فيهم الدراري ديال القصبه وفيهم الدراري ديال المزار. فيهم الدراري ديال المزار ديال الدراري ديال القصبه دار، فيهم العين، فيهم المهم مخلطين. تبارك الله عليكم. ناضيين
تحيه. هادو الدراري ديالي من تانوت، الدراري ها هما صحة لهم. الدراري ديالها في اللانتالات الدراري.
عندنا الدراري قباح. اش كترشح لهم حبيبي؟ ياك ترشح لهم ما تزمزم الخوت. Neuvième édition du festival Bilmon Boudmon فرنسا يا سيداتي وسادتي. العاصمة باريس، عدد السكان 160 مليون نسمة، تضم أحلى وأجمل المآثر التاريخية والجبل متحف اللوفر كاتدرائية نور. اليوم كما تلاحظون اختتمت فعالية النسخة التاسعة لمهرجان بيلمون فودمون هنا بشارع محمد الخامس بعمالة زكريت بلول بمدينة شيرة الجهادية. هذا الاختتام الذي كان بطعم الاحتفال بالتراث اللامادي من خلال الاستعراض الكبير، من خلال الكرنفال الجميل الذي ضم مجموعة من الجمعيات ومن الفاعلين المدنيين ومن أيضا الفنانين والمذيعين اللي جاوا من كافة أنحاء المملكة المغربية، من تطوان، من الدار البيضاء، من إيمين تانوت، من مناطق بجهة سوسماسة. شباب أبدعوا وشباب أظهروا فرحهم بهذه المناسبة. النسخة أيضا عرفت مشاركة مجموعة من الدول الأوروبية خاصة بلجيكا، فرنسا، إسبانيا وبلغاريا، وحضور سفير باراغواي أيضا. هذه الدول كلها شاركت بمجموعة من الفرق الفنية التراثية التي تمثل غنى التراث العالمي. طبعا هذه المناسبة هذه جمعت خيرة شباب هذه المناطق، وأيضا اختتم بها الفرح الكبير الذي يجسد فرح المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اليوم ثالث أيام العيد تختتم بهذا الكرنفال. لباس تقليدي يميز دولة بلغراد، لباس رائع. الكرنفال الدولي لعمالة زكانيت ملول الدورة ديالو 9 كيف ما شفتوا وتبعتوا عرف واحد النجاح باهر الحمد لله. الابداعات كانت في المستوى، التنظيم كان في المستوى، الحضور الرسمي كان في المستوى، كل شيء كان في المستوى. الان اللي حنا محتاجينه هو الاعداد للدورات المقبله ليكون هذا الكرنفال ينال. المشاركات بكل صدق كانت متنوعه وكانت متميزه. مسرح الرشاد فرقة وطنية تحقق مسرح الرحال. هذه مجموعة بديانة وكذلك التجسيد. بالنسبه لهذا الموروث هذا هو واحد الحاجه اللي زعما كبرنا عليها. شفنا الجدود ديالنا والخوال ديالنا والعائله ديالنا، الناس اللي كبر منا، الجيل اللي قبل منا زعما لقينا الناس قبل منا كيديروا هذا الشيء، وبغينا نحافظوا على هذا الموروث، ولكن بشروط. ما بين هاد الشروط هادو هو خاص تبقى محتفظ على المعايير الاساسيه ديال هذا التراث هذا، اللي من بينها انك خاص ما تكونش داير داك زعما مساحق التجميل. حنا راه مسلمين،
قبل ما يدخل شمال افريقيا، قبل ما يدخل الاسلام والفتوحات، كان اصلا قبائل امازيغيه. هاد القبائل الامازيغيه كانوا شادين المغرب، كانوا شادين الجزائر، ليبيا وحتى مصر، كانوا معاشرين مع الفراعنه، يعني متزامنين مع الفراعنه. هاد القبائل الامازيغيه كانوا وثنيين. هاد الوثنيين هادو كانوا كيصيدوا الحيوانات، وباش يتقربوا من الاله ديالهم اللي كانوا ديك الساعه كيعبدوا الاله ديالهم، كانوا كيشكروه بواحد الطريقه. شنو هي الطريقه هذه؟ هما انهم كانوا كيلبسوا الجلود ديال الحيوانات وكيشطحوا تقربا للاله ديالهم. هذاك الشيء شحال هادي قبل ما يدخل الاسلام كان عنده واحد البعد ديني، ولكن ملي يدخل الاسلام شمال افريقيا هذا الشيء ولا عنده واحد البعد ترفيهي او مسرحي. هذا الشيء اللي كاين، يعني حنا باش كنلبسوا هذا الشيء راه ماشي كنتعبدوا ولا كنحاولوا نقربوا لشي اله ولا شي حاجه. هذا الشيء حنا الفرجه كما كتشوفوا الناس راه كيتصوروا معنا، الحمد لله راه عجبهم الحال. هذا الشيء اللي كاين، وهذا اللي كيهضر معاكم راه صلى المغرب عاد لبس، راه ماشي شي واحد زعما اللي كافر، راه مسلم بحالي بحال اي واحد. غير انا هذه الثقافه ديالي والهويه ديالي وكا كنعبر على الثقافه ديالي انا، وهذا الشيء اللي كاين. اول حاجه غير باش نوضح واحد المساله لبزاف ديال الناس اللي ما ساكنينش في هذه الجهه بالضبط، هاد الشلود هادو راه ما كيكونوش موسخين، ما كيكونوش حاشاكم فيها زعما شي رائحه اللي ما مزياناش. هاد الجلود كنضربوا عليهم تماره، كيتغسلوا مزيان، كيدبغوا مزيان، كيرجعوا بحال الهيدوره، وكنخيطوا داك الشيء مزيان بواحد الوخر. خص تكون عندك بعدا واحد الخبره بعدا في هذا الشيء ديال الفصاله والخياطه وكل شيء. هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه للاثمنه انا بعدا طاحوا عليا شويه رخاص، حيتاش اصلا واحد 3 سنين هذه ولا 4 سنين باش جمعت الشلود، وماشي من مدينه اكادير، كنضطروا اننا نسافروا لبزاف ديال البلايص. مثلا كاينه فاس، كاينه الصويره، كاينين بزاف ديال المدن اللي كيكون فيهم الجلد. وبالنسبه للجلد كيخص يكونوا واحد المعايير محدده، اللي من بينهم ان الجلده خصها تكون كبيره، والاهم هو ان الجلده خص يكون الزغب ديالها كبير. يعني الا ما كانش الجلد كبير، يعني في الخياطه ديالك غتبقى يبان الخيط. التكلفه اش نقول لك، داك الشيء تقريبا واصل واحد 3500 4000 درهم. هذا الشيء شامل زعما في الترونسبور وكل شيء، يعني ماشي زعما هذا غير ثمن الجلد، لا كيكون داخل الجلد وزعما والترونسبور النقل ولي زاكسيسوار وكل شيء. الناس اللي كيقولوا فوق من 10000 درهم، مع احتراماتي لكاع الدراري تاع ولاد اكادير، شكون اللي كيشري بداك الثمن؟ غير اللي جديد في الدومين. يعني حنا اللي جديد في الدومين هو اللي كيشري بداك الثمن، كيمشي ما فاهم حتى شي حاجه، كيمشي كيقول لي الجلده مثلا ب 2500 3000 درهم، كينسى باللي راه الجلده 3000 درهم راه الثمن ديال العتريس كامل. كيمشي هو كيشري جلده ب 3000 درهم، يعني بحال شرا عتريس وراه شرا غير جلده، كيمشي كيبدا يبان بها قدام الدراري هو راه شاريها بالخطيه. هادشي اللي كاين، كل واحد حر. حنا ضد واحد الحاجه، ضد داك الماكياج اللي كيديروا البنات. اما الكوسبلاي كما كنقولوا الكوسبلاي اولا زعما التنكر، هذا كل واحد حر في شنو كيدير، غير هو خص يتجنب انه يدير داك الماكياج ديال العيالات. يعني انت باش كدير ماكياج العيالات كتشبه بالنساء، هادشي اللي كاين.